مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريتري نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة، والتي نبدأها بأهم وأبرز العناوين. تنظيم حملات توعوية حول العادات الضارة في الإقليم الأوسط. تنفيذ برامج الحفاظ على المياه والتربة في المحافظات الشرقية لمديرية عبدقية. الدراجة الإريتري ناداي البرهاني يفوز في سباق تركيا. ردا على واشنطن، كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز قدراتها النووية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 115 أسير حرب من كل جانب. محادثات أمريكية صينية لخفض التوتر. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. نظمت وزارتي العمل والرعاية الاجتماعية والصحة حملة توعوية بخصوص العادات الضارة التي تسبب مشاكل صحية ونفسية للإناث، بالإضافة إلى حقوق الأطفال. وتناولت الحملة التي أقيمت في مديرية ميتا مناي، والتي جمعت أخصائي الصحة ورجال الدين والأعيان، آثار العادات الضارة وجهود المجتمع لمحاربتها. وذكرت الممرضة أبابا من قساب وشاب محاري واللكدان تضرر المرأة من عادات ختان الإناث وزواج القاصرات، مؤكدا دور المجتمع الفعال في منع العادات الضارة بجانب فرض العقوبات القانونية ضد الجناح. وعبر مدير مديرية ميتا مناي السيد سلمون هايلي في كلمته عن أمله بقيام الجميع بدورهم في التنوير وعدم السماح بممارسة العادات الضارة والتأثير الإيجابي في المجتمع. هذا وستتواصل حملات التوعية لتشمل كل المديريات في الإقليم. تجري أنشطة الحفاظ على المياه والتربة لتنمية المراعي الطبيعية في الضواحي التابعة لمديرية عبدقيح بالمشاركة الواسعة للمواطنين وأعضاء قوات الدفاع، بالإضافة إلى خبراء الزراعة والإداريين. وأفاد خبير الحفاظ على المياه والتربة المهندس مولوغيتا فتوي ببناء 260 هكتار من المدرجات الحوضية وحواجز مائية بسعة 17376 متر مكعب، وصيانة 28 كيلومتر من الطرق الترابية في 8 ضواحي بعبدقيح، كما يتم تجهيز حفير لتخزين المياه في منطقة سافيرة. هذا وأشاد منسق البرنامج بالمشاركة الواسعة للشعب. نظمت الشرطة في مديرية حلحل حملات توعوية بالقانون في إدارتي ضاحية ميا والد وملبسه في 19 من أغسطس. وأوضح قائد مركز شرطة المديرية الرقيب حسب الله محمد الأمين أن رفع الوعي العام وزيادة المعرفة بالقانون أمر أساسي للحد من الجرائم والمخالفات وضمان سلامة الأرواح والممتلكات. وأضاف أن الإهمال وعدم تقديم المعلومات عاجلا من الظواهر التي تشجع المجرمين. وذكر بأن السرعة الفائقة والحمولة الزائدة من الأشخاص والممتلكات من أكبر المخالفات في المديرية، وحث السائقين على الالتزام بقوانين المرور. وقال أن الشعب هم عيون وآذان الشرطة، داعيا المواطنين لزيادة تعاونهم مع الشرطة. وأفاد مسؤول مكافحة الجريمة في مديرية حلحل تسجيل 17 جريمة وحادثين مروريين في المديرية منذ شهر يناير الماضي دون وقوع إصابات. قام أعضاء جمعية المرافق الخدمية السياحية في مديرية دباروا بأنشطة بناء مدرجات وتشجير في محمية إنباء مكنن تقدر مساحتها بحوالي 5 هكتارات، وذلك في 8 من أغسطس. وأوضح مسؤول الجمعية السيد قرماي تولي مشاركة نحو 200 شخص في النفير. وذكر رئيس جمعية المرافق الخدمية السياحية في الإقليم الجنوبي السيد سلمون فقادو أن المرافق الخدمية بدأت أنشطة النفير التنموي قبل عامين في المديريات، وقد اتخذت مثل هذه المبادرات في دباروا ومايدما وعرزة. فاز اليوم 24 من أغسطس الدراجة الإريترية التابع لفريق اسطنبول سبور التركي بالمركز الأول في السباق الذي نظم ليوم واحد في تركيا. وتغلب الدراج ناتنائيل على منافسيه في السباق الذي قطع 112.8 كيلومتر بالسير بسرعة 44.6 كيلومتر في الساعة، مسجلا 2 و32 دقيقة و35 ثانية. وتبعه في المركز الرابع زميله في الفريق الدراج الإريتري بيتروس منجز متأخرا عنه ب4 ثواني. وفي خبر آخر، فاز الدراج الإريتري داويت يماني التابع لفريق بايك إيد بقميص صعود المرتفعات في المرحلة الثانية من سباق ليدن دوتشلاند في دورته 39 بلقب رائد العقبة. هذا وستختتم دورة ليدن دوتشلاند غدا يوم الأحد بالمرحلة الخامسة. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا.
مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، تعهدت كوريا الشمالية بتعزيز قدراتها النووية ردا على تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة قامت بمراجعة خطتها الاستراتيجية النووية، وستقوم كوريا الشمالية بتعزيز قوتها الاستراتيجية بكل الطرق للسيطرة على كافة أشكال التحديات الأمنية التي قد تنتج عن خطة واشنطن المعدلة والقضاء عليها، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز هذا الأسبوع أن خطة أمريكية وافق عليها الرئيس جو بايدن في مارس تقضي بالاستعداد لمواجهات نووية منسقة محتملة مع روسيا والصين وكوريا الشمالية. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن وزارة الخارجية الكورية الشمالية تعبر عن قلقها الشديد وتدين بشدة وترفض سلوك الولايات المتحدة. وأضافت أن كوريا الشمالية تعهدت بالمضي قدما في بناء قوى نووية كافية وموثوقة بما يكفي للدفاع بحزم عن سيادتها. كشفت روسيا عن صفقة تبادل مع أوكرانيا شملت 115 أسير حرب من كل جانب، موضحة أن المجندين الروس أسروا خلال الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك الحدودية. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه في ختام عملية تفاوض تمت إعادة 115 عسكريا روسيا اعتقلوا في منطقة كورسك من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف. في المقابل تم تسليم 115 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية. وأضافت أن الجنود الروس المفرج عنهم موجودون حاليا على أراضي بيلاروس الحليفة الوثيقة لموسكو. من جهته قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عاد 115 من المدافعين عنا إلى وطنهم، هم جنود من الحرس الوطني والقوات المسلحة والبحرية وحرس الحدود الوطني. يزور جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس جو بايدن الصين الأسبوع المقبل في محاولة جديدة لخفض التوترات قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الأمريكية. وتعد الزيارة للصين هي الأولى لمستشار الأمن القومي الأمريكي منذ إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2016، وتمتد من 27 وحتى 29 من شهر أغسطس الحالي، حيث سيلتقي خلالها سوليفان مع رئيس السياسة الخارجية الصينية وانغ يي للمرة الخامسة. والهدف من الزيارة كما أشارت مسؤولة أمريكية للصحفيين هو تهدئة التوترات والسعي إلى حوار هادئ مع الصين. ونفت المسؤولة البارزة أي تخفيف في نهج إدارة بايدن تجاه بكين، مؤكدة أن العلاقة الثنائية تنافسية للغاية. وعلى مدى العامين الماضيين قام عدة مسؤولين كبار بإدارة بايدن بزيارة الصين في محاولة لضبط العلاقة التجارية والاقتصادية وملفات التوتر السياسي بخصوص تايوان والحروب التجارية، وكان أبرزهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين. في الخبر الأخير، امتدت حرائق غابات في أنحاء ولاية ساو باولو أكثر ولايات البرازيل اكتظاظا بالسكان، مما استدعى إصدار على درجات التحذير في 30 مدينة، في حين غطى الدخان سماء عاصمة الولاية وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. ويفاقم انخفاض الرطوبة وارتفاع الحرارة متخطية 35 درجة مئوية الظروف المواتية للحرائق في المنطقة الجنوبية الشرقية التي تعاني من الجفاف. وأنشأت حكومة ولاية ساو باولو خلية أزمة لتنسيق العمل في مكافحة الحرائق. وأكدت السلطات المحلية مقتل عاملين في مصنع ببلدية أوروبيس بشمال الولاية أثناء محاولتهما مكافحة الحريق. كما تسببت النيران في اضطرابات لوسائل النقل مع انخفاض الرؤية بسبب الدخان، مما أدى إلى توقف حركة المرور كليا أو جزئيا على عشرات الطرق السريعة. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تنظيم حملات توعية حول العادات الضارة في الإقليم الأوسط. تنفيذ برامج الحفاظ على المياه والتربة في المحافظات الشرقية لمديرية عدقية. الدراجة الإريتري نايل برهاني يفوز في سباق تركيا. ردا على واشنطن، كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز قدراتها النووية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 115 أسير حرب من كل جانب. محادثات أمريكية صينية لخفض التوتر. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.